السلام عليكم. يلا بينا نعمل الطعمية في محضرة الطعام اللي انا شرحتها لكم قبل كده، وهنشوف كل الخطوات في مكان واحد. طبعا الفول المدشوش ده منقوع قبلها بيوم وغيرت عليه المية كذا مرة. هبتدي اشغل محضرة الطعام وابتدي احط حبة بحبة. الفول بتحطيه وهي شغالة حبة بحبة علشان يتطحن، ما يبقاش متكتل كله مرة مع واحدة. هنا زي ما انتم شايفين انا ما حطيتش كل الكميه، بحط شويه، نص الكميه، يعني ده نص كيلو تقريبا. فحطيت يجي ربع كيلو كده وطحنت شويه، وبعدين زودت بقيه الكميه. زي ما انتم شايفين كده الكميه كلها اتطحنت. بس طبعا يعني لو عايزينها انعم من كده فانا بعيد عليها مره تانية عشان انا بحبها تكون ناعمه اكتر. لو انت بتحبيها كده عادي، يعني بتبقى نص نص كده. لا انا بحبها مطحونة تماما. فهاخدها زي ما انتم شايفين طبعا، بعد ما اديتها بقى كذا تكه كده ورا بعضها واتطحنت تقريبا. عايزه بقى ايه، في جزء بيطلع اثناء اللفه فوق في الحواف، بتنزليه بالمعلقه طبعا عشان السكينه اللي تحت زي ما انا شرحت لكم قبل كده فهي حاده جدا، ممكن تعورك، فعلى طول بتنزلي بالسكينه. انا نزلت كل الخليط مره تانية، وهبتدي اشغل برضو محضره الطعام واديها لفه كمان عشان هي بتديني بصراحة نتيجة احسن. حاولي طبعا وانتي بتحطي الحاجة دي بالمعلقة ايدك ما تنزلش تحت، لان انتي مشغلاها، وطبعا المعلقة حادة ممكن يحصل مشاكل، فكوني حذرة. خلصت كده الطعمية المرة التانية العجينة، وهبتدي اعمل البصل بقى في نفس المطحنة، بس كنت غسلتها وبدأت احط البصل. خلاص حطينا البصل والثوم وطحناه. هنبتدي نحط بقى الخضرة بتاعتنا حبة بحبة كده. طبعا انت مقطعاها برضو، غسلاها ومتقطعة. دي حزمة بصل اخضر على حزمة كزبرة، واللي هي الخضروات المشكلة دي، بس ما فيش شبت. خلاص كده كلهم اختلطوا، اللي هو البصل مع الخضرة. هبتدي احط بقى تاني كمان عليها الخليط، عشان انا مش هقعد اقلب بقى، لا انا هحط كله يقلب بعضه. زي ما انتم شايفين كده حطيته، وابتدي احط البهارات بتاعتي. هنا مقطعه قرنين شطه حمر، دي حسب ما انت عايزه، وحاطه كزبره وحاطه كمون وحاطه ملح. حطيت الشطه الاول علشان تتفرم كويس الاول مع المعجون، لان انا نسيت احطها في الاول. وبعد كده حطيت بقيه البهارات. بس كده خلاص الطعميه بتاعتي تمام. هكمل بقى، هي تبتدي تقلب كل البهارات مع العجينه. وانا كده ايه، طبعا بقت عجينه ناعمه جميله جدا. لو وصلت لحد هنا يا ريت لايك وتعليق حلو وشيري لاصحابك عشان يستفيدوا. شوفي العجينه ناعمه ازاي وجميله وجاهزه على التحضير. حطيها في اكياس بقى، وممكن تحضري حاجات من دي لرمضان بعد كده. السلام عليكم.